بيبدأ فيلمنا من اكتشاف مقبرة للصليبيين لما بيكونوا العمال عم يعملوا مشروع حفر للطريق السريع تحت الأرض. وبيوصل الدكتور هنري للموقع يلي بيكون عنده معلومات انه في جوهرة ملعونة بهالمكان بتعود لزمن الفراعنة. وقصة الجوهرة بتقول انه كان في ملكة جميلة اسمها أهامنت، وبتكون هي الوريثة الوحيدة للعرش، بس الناس كلها كانت خايفة انه تتولى هي الحكم من بعد ابوها الملك، لانه انسانة ما عندها لا رحمة ولا ضمير. وبتفرح الناس كتير لما بتسمع انه الملك تزوج وصار عنده ولد. هالحكي بيعني انه طار الحكم من ايد أهامنت، بس أهامنت بيكون حلمها انه تستلم العرش، وطبعا ما راح تتخلى عن الفكرة وبتقرر انه تنتقم من ابوها، وبتستدعي اقوى شخصية اسطورية الملك سيب حتى يساعدها ويرجع لها العرش مرة تانية. وبمجرد ما بتعمل مراسم السحر بيظهر الملك سيب وبيعطيها خنجر فيه الجوهرة الحمراء. ولما بتاخد أهامنت الخنجر تحضر روح شريرة وبتسيطر عليها وبتخليها تقتل ابوها والطفل وريث العرش. بس حتى يكتمل السحر لازم تستحضر روح الملك سيب وتضحي له بجسد انسان حتى يوهبها الحياة الابدية. لك ايه فرعون ما عاش حياة ابدية حتى تعيشيها انت؟ المهم أهامنت بتقرر تضحي بجسد حبيبها وتعطيه قوة خارقة حتى يحكموا العالم مع بعض. بس فجأة بيدخلوا عليها حراس الملك وبيقتلوا حبيبها وبيحنطوا أهامنت وهي عايشة عقابا على خيانتها، وبيدفنوها بمقبرة برا مصر لأنه بتكون عار على التاريخ، وبينفوا اسمها أو أي شيء بيدل عليها من التاريخ نهائيا. وبننتقل على الصحراء وبنشوف اثنين واقفين عم يراقبوا بالمنظار مجموعة مسلحة عم تدمر الآثار. واحد من الأشخاص اسمه نيك وبيكون مهووس بالتنقيب عن الآثار، والثاني بيكون صديقه فيل يلي بيكون دائما معه بكل الرحلات الاستكشافية. وبيكون نيك عم يدور على مقبرة مدفونة في بلاد الرافدين اللي هي العراق بالوقت الحالي. تحية لأهل العراق وأهل الرافدين حبايب قلبي. والمقبرة بيكون اسمها مقبرة حرام. نيك بيكون معه خريطة سرقها من بنت اسمها جينيفر كان معها من حوالي 3 أيام، وقرر يسبقها ويجي على المقبرة وياخذ الكنز. بس نيك لما بيوصل على الموقع بيلاقي المسلحين أخذوا المكان وعم يدمروا الآثار حتى ما يدخلوا الأجانب على بلدهم ويحتلوها كرمال الآثار. فيل بيكون خايف وبيطلب من نيك ينسحب ويرجعوا على بلدهم، بس نيك بيكون مصر على رأيه وبيضرب خزان المي تبع فيل بالسكينة حتى يجبره يروح معه على الموقع. نيك بيوعده وبقول له انه ما راح يصير شيء وراح يطلعوا من الموقع عايشين مثل كل مرة. بس هالمرة بتكون مختلفة يا حبيبي نيك، والمسلحين بيلحقون وبتدور بيناتهم معركة بالأسلحة هيك لحد ما تخلص ذخيرة نيك وفيل. ولما بيتحاصروا على مبنى وبيفقدوا الأمل فجأة بتجي طيارة بتضرب صاروخ على المسلحين وبتقتل منهم عدد كبير وبيهرب الباقي. فيل بيكون فرحان انه ما ماتوا، بس فرحته ما بتكمل لانه المبنى اللي هنن عليه بينهار بسبب حفرة عملها الصاروخ. يا سيدي انت حظك اسفت من حظي يا فيل. ما علينا، الحفرة يلي عملها الصاروخ كشفت عن مقبرة حرام يلي نيك كان عم يدور عليها، وبينزل من الطيارة النقيب جرينواي لانه نيك اقتحم موقع العدو بدون اذن. وبكون جرينواي ما بيعرف انه نيك وصديقه عم يدوروا على مقبرة فيها كنز. وفجأة بتوصل جيني على الموقع وبتضرب نيك كف على وشه لانه سرق منها خريطة المقبرة من 3 ايام لما كان معه بالفندق. ولما بيعرف النقيب جرينواي انه نيك خدع جيني وسرق الخريطة منه بيجبر نيك ينزل مع جيني على مقبرة حرام حتى يكتشفوا المقبرة سوا. وطبعا ما بيعرفوا شو ممكن يطلع لهم بالمقبرة. جيني بتنصدم لما بتعرف انه هالمقبرة مصرية ومدفونة بالعراق وعمر المقبرة حوالي 5000 سنة. نيك بيرفض ينزل على المقبرة وبيفكر يهرب، بس اول ما بيسمع انه مقبرة توت عنخ آمون بتقدر ثروتها ب60 مليون جنيه استرليني بيقرر ينزل هو وصديقه فيل حتى ياخذوا منها كم قطعة تغير حياتهم للأبد. بيكون شكل المقبرة مرعب ومليان بالكنوز. جيني بتكتشف انه هي مقبرة أهامنت المحذوفة من التاريخ، وهذا بيعني انه لما دفنوها ما كرموها بدفنة مثل باقي الملوك. وبنشوف فيل عم يسرق من الذهب الموجود على الجثث، وبيلاحظ نيك انه تابوت الأميرة مفقود جوا بحيرة مليانة بالزئبق الأبيض، والسبب انه كانوا الفراعنة بيستخدموا الزئبق الأبيض لإيمانا انه بيمنع الشياطين من دخول التابوت. نيك بيطالع مسدسه وبيضرب على الحبال يلي بتخلي التابوت يطلع من المي بشكل مرعب، وبيطلع مع التابوت عناكب وحشرات كتيرة. نيك بيركز على وش التابوت وفجأة بتخيل الملكة أهامنت عم تتشكره لأنه حرر من سجنه، وبتناديه باسم المختار لأنه قررت أنه تختاره ليسيطروا على العالم. وهذا بيعني أنه نيك انصاب بلعنة لما طالع التابوت من البحيرة. وبتنادي جيني على نيك حتى يساعدها أنه ينقلوا التابوت من المقبرة. والحشرات بتنتشر بشكل كبير بكل مكان وبيقرص عنكبوت فيل برقبته وبيهربوا من المكان بسرعة. بتجي طيارة حتى تنقل التابوت على إنجلترا وبتنقل الفريق الكامل مع التابوت على نفس الطيارة. وبنكتشف كمان انه فيل انصاب باللعنة لما قرصوا العنكبوت بالمقبرة، وبيحاول فيل يفتح التابوت اللي على الطيارة
الطيارة، ولما بيحاول النقيب جرينواي يمنعه بيضربه بالسكين بقلبه وبيقتله، وبيحاول يقتل باقي الطاقم كله وكأنه في شيء مستحوذ عليه، ولما نيك ما بيقدر يمنعه بيضربه بالمسدس اللي معه وبيموت. وبنفس الوقت الطيارة بتنصاب من الرصاص اللي طلع من المسدس، والطيارين بحاولوا يسيطروا على الطيارة ويهبطوا هبوط اضطراري، بس فجأة بيقتحم سرب كبير من الغربان الطيارة وبتتدمر بالكامل. نيك بيفكر بسرعة وبياخد المظلة الوحيدة اللي باقي على الطيارة وبيعطيها لجيني، وبيقرر يضحي بحياته وينقذها، وبتوقع الطيارة وبتتدمر بالكامل ونيك جواتها والتابوت بيختفي، وبتكون جيني هي الناجية الوحيدة من الرحلة. بعدين بنشوف جيني بتروح على المشفى حتى تتعرف على الجثث يلي كانوا بالطيارة، وبننتقل للمشرحة يلي بيكون فيها جثث كتير ومن ضمنهم جثة نيك. بس نيك بيصحى فجأة من الموت وما بيكون في أي جرح بجسمه وما بيكون متذكر شو صار بالضبط، وبيستغرب كيف لساته عايش. وفجأة بيطلع صديقه من وراه وبيحكي معه. نيك بيفكر حاله انه مات وهو هلا عم يحكي مع الاموات. فيل بيقول له انه لسه ما متت بس رح تتمنى تموت لانه صابتك لعنة لما طالعت تابوت الاميرة من المقبرة. وبتدخل جيني على المشرحة وبتفاجئوا انه نيك عايش بعد ما كان ميت. بنفس الوقت بيكون موجود فريق بحث في مكان حطام الطائرة وعم يدوروا على تابوت الاميرة. واحد من فريق البحث بينتبه انه التابوت فاضي والمومياء على الارض جنب التابوت، بس فجأة بتصحى المومياء وبتقتل فريق البحث كله وبتسحب ارواحهم حتى تتغذى عليها وتسترجع قوتها، وبعدين بتحولهم لجيش مومياء حتى تتحكم فيهم ويساعدوها بمهمتها. وبننتقل لجيني ونيك يلي بيكونوا قاعدين بالبار. جيني بتشكر نيك انه انقذ حياته وبتقول له انا مستغربة كيف لساتك عايش مع انه الطيارة اتدمرت بالكامل ومستحيل حدا يضل عايش بعد هالحادثة. بس نيك ما بيكون عنده تفسير للي صار، وبترجع الهلاوس لنيك وبيشوف صديقه فيل يلي مات وبيأشر له يطلع برا البار. نيك بيطلع لبرا وهو معصب، بس ما بيكون صديقه موجود، وبيتخيل نيك انه في مومياء طلعت من التابوت وجاي تقتله مع مجموعة من الفيران. ولما بيفيق من الهلاوس تبعه بيكون على وشك انه يموت لولا تدخل جيني لانه كان واقف بنص الشارع. نيك بيشرح لجيني يلي عم يصير وبقول له انه صابته لعنة لانه طالع التابوت من المقبرة ولازم يلاقي حل بسرعة. نيك بتجي فكرة انه يروح على حطام الطيارة ليتأكد انه التابوت لساته مقفول. جيني بتوافقوا الفكرة وبيروحوا سوا لمكان حطام الطيارة، ولما بيوصلوا لهنيك نيك بيفترق عن جيني وفجأة بيلاقي حاله جوا كنيسة وهو متفاجئ ومو فهمان كيف وامتى وصل لهون. وفجأة بيهجموا عليه مجموعة من المومياء يلي بتتحكم فيهم اهامنت ويثبتوا نيك على ضريح. اهامنت بتطلع فوق جسم نيك وبتكون مقررة تقتله بالخنجر المسحور حتى تعطيه الحياة الأبدية ويتحكموا بالعالم سوا. اهامنت بتلاحظ انه الخنجر ما فيه الجوهرة يلي بتكون سبب اساسي حتى يشتغل مفعول السحر. وفجأة بتدخل عليهم جيني وما بتصدق عيونها. نيك بحذر جيني وبقول لها تهرب بسرعة، وفعلا بتهرب جيني بس اهامنت بتركض وراها. نيك بيقدر يتخلص من مجموعة المومياء اللي مثبتينه وبياخذ الخنجر وبيضربه بظهر اهامنت، وبعدين جيني بتسحب الخنجر من ظهرها وبيهربوا الاثنين بالغابة وبيطاردوه مجموعة من المومياء اللي بتحكم فيهم اهامنت. نيك وجيني بيطلعوا بالسيارة وبتطلب جيني فريق الدعم حتى ينقذوهم، بس فجأة بتطلع اهامنت وبتدمر السيارة اللي راكبينها وبتحاول اهامنت تتخلص على جيني، بس فريق الدعم بيوصل بالوقت المناسب وبيخضروا نيك وجيني وبياخذوهم على مختبر الدكتور هنري يلي بيكون مهووس بالابحاث وتحليل الاحداث. هنري بيكون مصاب بمرض غريب بخليه يتحول لشيطان بيدمر كل شيء حواليه، بس عنده دواء بياخده حتى يوقف التحول مؤقتا. هنري بياخذ نيك لعند اهامنت اللي بيكونوا مربطينها وعم يحقنوها بمادة الزئبق حتى يسيطروا عليها، يرجعوا يحنطوها مرة تانية ويشرحوا جثتها. هنري بيقول لنيك انه صابته لعنة الفراعنة لما طالع قبر اهامنت، واهامنت اختارته حتى يكون شريكه وتكمل مراسم السحر ويتجسد الشيطان بجسم نيك ويموت، وهيك رح تنتهي اللعنة. اهامنت بتحكي باللغة الهيروغليفية وبتقول انه اللعنة مستحيل تنتهي. نيك بيقدر يفهم لغتها وبيرد عليها بنفس اللغة. اهامنت بتقول له اذا حررتني رح تكسب قوة خارقة تحيي الموتى وتسيطر على العالم كله. وفجأة بتصرخ اهامنت من ألم الزئبق اللي عم يمشي بجسمه. نيك بيطلب منهم انه يوقفوا استخدام الزئبق فورا، وبنفس الوقت بنشوف فريق بحث بيلاقوا الجوهرة بتابوت من جثث الصليبيين. اهامنت بتحس فورا انه لاقوا الجوهرة وبتفكر بطريقة تهرب منها من المعمل. جيني بتحاول تحكي مع اهامنت وتستفسر منها عن التاريخ المفقود من 5000 سنة، بس اهامنت بتقلق انه الدكتور هنري عم يخطط ليقتل نيك لما تصير المجوهرة بين ايديه حتى يعطيه القوة الخارقة لنيك ويشفي الدكتور هنري من المرض اللي عم يعاني منه، وبعدين راح يقتل نيك بعد ما يشفي. بنشوف اهامنت بتتحكم بعنكبوت صغير بتبعته حتى يوصل لموظف ويفصل الطاقة عن المعمل كله. وبنرجع للدكتور هنري وبنشوفه عم يقول لنيك انه ما في حل لابطال اللعنة غير بموتك. هنري بحس باعراض المرض ولما بيروح حتى ياخذ الدواء فجأة نيك بيخطف منه الدواء وبقول له يلاقي خطة تانية غير قتله لإزالة اللعنة وبعدين راح يعطيه الدواء، بس بيكون فات الأوان لأنه هنري بيتحول لوحش وبيكون الوحش سيطر عليه تماما، وبينقفل الباب على نيك وبينحبس مع هنري وبتدور معركة طاحنة بيناتهم. بس
بس بالاخر نيك بيقدر يوصل لدواء هنري وبيحقنوا فيه قبل ما يقتله، وبعدين بياخد جيني وبيهرب بسرعه. بنفس الوقت اهامانت بتقدر تتحرر من السلاسل وبتستدعي عاصفه رمليه قويه كتير حتى تلاقي نيك وتكمل طقوس السحر الخاصه فيها، وبتخلف العاصفه دمار كبير بالمدينه لدرجه انه السيارات صارت تطير، وبكون في سياره طايره فجاه باتجاه جيني، بس نيك بيتدخل وبيبعد جيني عن الطريق، بيضحي بحاله مره ثانيه وبينقذ حياته، وبيدخل جوا باص كان طاير بالعاصفه، وفجاه بتظهر روح صديقه فيل وبتساعده انه يهرب من المكان، بس بكون صديقه النذل متفق مع اهامانت حتى يسلمها نيك مقابل رجوع للحياه مره ثانيه. لما بيعرف نيك انه هو بفخ بيقدر يهرب وبيروح لعند جيني قبل ما تلاقي اهامانت وتقتلها، وبنفس الوقت بتكون اهامانت احيت ارواح الصليبيين كلهم وامرتهم انه يقتلوا فريق البحث تبع الدكتور هنري بالكامل ويجيبوا له الجوهره، وفعلا بيقتلوا كل الجنود وبيفتحوا له باب المقبره وبيركعوا على الارض احتراما للملكه. اهامانت بتاخذ الجوهره وبتحطها بالخنجر وبيكتمل السحر وما بيكون ناقص غير تلاقي نيك وتضحي بجسمه. نرجع لنيك اللي بيكون لاقى جيني بس المومياء عم تطاردهم وين ما راحوا، وبالاخر بيقدروا يتخبوا جوا غرفه، بس فجاه بينهد حيط الغرفه وبيوقع نيك وجيني بالمي وبيسبحوا بعيد عن المومياء يلي عم يطاردوهم حتى بالمي. يفضح عينكم حتى بالمي ما خلصوا منكم، حلوا عنه شوي. المهم فجاه بتظهر اهامانت من ورا جيني وبتغرقها بالمي وبتختفي. نيك بياخد جيني من المي وبيطلعها على السطح، بس للاسف بتكون جيني ماتت. نيك بينهار وبيعاتب حاله انه ما قدر ينقذها. تظهر اهامانت وبتموت كل المومياء اللي موجوده بالمكان وما بيبقى غير هي ونيك وجثه جيني. اهامانت بتقول لنيك لازم يساعدها انه تكمل الطقوس حتى تعطيه قوه خارقه يقدر يحكم فيها العالم كله. نيك بيكون زعلان على جيني وبوعدها انه ينتقم لها وبيهجم على اهامانت وبحاول يضربها، بس بيكون ضعيف كتير قدام قوه اهامانت. نيك بيكون عم يهجم عليها وهو مخطط انه يسرق الخنجر منها، وفعلا بعد عده محاولات بيقدر يسرق الخنجر وبكون مقرر انه يكسر الجوهره وينهي اللعنه، بس لما بيشوف جثه جيني بيطعن حاله بجسمه حتى ياخذ القوه ويقدر يرجع جيني للحياه مره ثانيه. ومنشوف نيك عم يتحول لوحش وبتسيطر عليه الروح الشريره، بس بيتذكر الذكريات اللي كانت بينه وبين جيني وبيكون بصراع مع نفسه بين الخير والشر، بس بالاخر نيك بيقدر يسيطر على حاله وبيقرر يقتل اهامانت ويرجع جيني للحياه، وفعلا بيمسك اهامانت من رقبتها وبيقضي عليها وبيروح لعند جيني وبيعتذر له على اللي صار وبيحاول يرجعها للحياه مره ثانيه وفعلا بينجح. لما بتصحى جيني بتلاقي انه اهامانت اخيرا ماتت، بس بتلاقي نيك متخبي بالعتمة وعم يقولها انه تحولت لوحش حتى انقذ حياتك مرة تانية، وبيودعها وبيغادر المكان. بيوصل هنري للمكان وبياخد جثة اهامانت وبيحنطوها بتابوت وبيغرقوها بالزئبق مرة تانية، وبعد فترة بنشوف نيك بالصحراء ومعه صديقه فيل يلي رجعه على الحياة بعد ما صار عنده القوة الخارقة، وبنشوف نيك متجه على الاهرامات حتى يكتشف قوته ويستخدمها بالخير ويساعد العالم للافضل. طبعا يا جماعة لا يحيي ويميت الا الله سبحانه وتعالى. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيلم. شكرا للمتابعة، ولا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم دائما كل جديد. موعدنا الفيلم القادم إن شاء الله.